بصوا بقى، الفكرة دي من اكتر الافكار اللي هتنفعكم في التوقيت ده ما بين الشتاء والصيف واحنا بنروق الدولاب. يلا هاتي القمصان القديمة اللي عندك وهنبدأ نعيد تدويرها، نحولها لشنطة تخزين ملابس في منتهى السهولة والجمال، وهتاخد معاكي عدد كبير قوي ومساحة حلوة جدا من جوه، وكمان الافكار سهلة قوي. انا قطعت الجزء ده كده، قصيته من القميص الجزء اللي في النص، وحطيت الزراير زي ما هي كده في النص، وهبدأ اقفل الجوانب كلها تانيتين من داخل بعض. زي ما بقول لكم كل مره، الفكره بسيطه. لو مش عندك مكنه ممكن قوي تعمليها بطريقه الخياطه على الايد كده، السراجه غرزه ضيقه، وهنعمل برضو تانيتين جوه بعض عادي. بعد ما خلصت الجوانب الاربع جوانب هبتدي اقفل الزوايا. انا هفرد الزاويه بالعكس بالشكل ده، وهقص الزياده اول باول. يعني هخلص الزاويه بالشكل ده. انا يعني خيطت بعد 5 صوابع او 4 صوابع كده بالظبط. اهم حاجه يبقى الاربع زوايا عندك مقاس واحد. انا كررتها لكم تاني اهي. الزاويه التانية هعملها بنفس الطريقه اللي قلنا عليها، هنخيطها ونشيل الزياده بالمقص. الاربع زوايا هنعملهم مقاس واحد، وهنبتدي نعدل بقى القميص بتاعنا، وهنحدد كده الزوايا بايدينا نظبطها كويس قوي. الشكل هيبان معاكي في اخر الفيديو، هتعرفي الشكل يعني هيبقى مكعب كده او مجسم، ليه ارتفاع وليه 4 زوايا. ده كم القميص هنقص منه الجزء المتني اللي على الحرف ده، يعني مش هحتاج اعمل حزام ولا اي حاجه. هقص الخياطة كده بالظبط، الجزء اللي متخيط اللي هو المتني ده، وهقصقص كل الزيادة بالمقص بتاعت الزيادة اللي طالعة من الخياطة، علشان تبقى الايدين شكلها الفينش بتاعها حلو معايا. هحدد مكان الايدين كده بالدبوس على الجنبين بتوع الزراير، من هنا ومن هنا. اليد الاولى هثبتها بالشكل ده، واليد التانية برضو هثبتها بالدبابيس، علشان لما اجي اخيط ابقى عارفة المكان اللي انا هخيط فيه ويبقى سهل معاكي. بعد ما هثبتهم بالشكل ده هخيطهم كويس قوي على المكنه. وبس كده، بعد ما هنخلص الايدين هتبقى الفكره بتاعتنا خلصت. بصوا بقى، هتاخد معايا مساحه قد ايه او كم قد ايه من الملابس. انا اخترت البناطيل الجينز والجبردين علشان بس اعرفك قد ايه بتاخد عدد. عدي بقى معايا كده كم بنطلون، انا هسيبك انت تعدي وتعرفي قد ايه بتاخد عدد كبير من الملابس. والزراير هتبقى هي بديل للسوسته، يعني هنقفل الزراير عادي. وده شكل الشنطه. بصوا هتحسوا ان هي ليها تقل، يعني انا حاطه عدد حلو قوي، ممكن تخزني فيها الملابس او تعملي اكتر من شنطه. قد ايه بتخلي شكل الدولاب مرتب. لو في حاجات مميزه ملابس للخروج هتطبقيها او هتبرميها كده علشان ما تكرمش معاكي، وتشيليها في شنط زي كده. هتبقى يعني فكره مش مكلفه معاكي خالص، وبجد هتبقى مفيده قوي. جربوا الفكره، مستنيه رايكم. استنوني في الفكره الجايه.